طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا جماعة، جمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير، وأدام الله علينا وعليكم فضل هذه الأيام المباركة. ومعاكم أخوكم أحمد عدلي. واعذروني هتكلم بسرعة علشان الفيديو مساحته ما تكبرش، فإيه هنتكلم في الكلام الموزون. تمام، ومش هنضيع وقت عشان بس ايه الناس اللي بتشتكي شويه من المساحه العاليه. بس والله انا هحاول اعمل حاجه في الحوار ده، بس ان شاء الله يعني قريب، يعني ان شاء الله والله بجد. بص يا باشا، انا هقول لك في الفيديو ده ان شاء الله ماذا يحدث في الذهب، وايه اللي بيحصل فيه، وايه الدنيا فيها ايه. ان شاء الله ان شاء الله. وفي اخر الفيديو بعد اذنك هكلمك على حاجه مهمه بخصوص السوق المصري اللي احنا فيه للفتره اللي جايه. فبعد اذنك الحته الربع ساعه الاخيره او الربع ساعه الاخيره ان شاء الله في الفيديو مهمه جدا جدا جدا. تمام. تعالى كده ايه نشوف الذهب مع بعضينا ايه اللي بيحصل فيه. معلش، اول حاجه انا هبتدي بيها. ثانيه بس كده، عايز امسح الرسومات دي. مش همسحها، هخفيها. فيرتيكال هايت 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 هايت. بس كده خلي دول. بص يا باشا، زي ما قلت لكم في الفترات اللي في الفيديو اللي فات، بعد اذنك لما تيجي تحلل حاجه او تبص على حاجه، بعد اذنك افتحها على اي تايم فريم انت حابه. اي تايم فريم انت حابه افتحه. تمام. وصغر الصوره كده علشان تعرف تشوف الموجات كويس، وتعرف تشوف تفاصيل الدنيا فيها ايه، وتشوف اولك فين واخرك فين والوضع فيه ايه. تمام. طيب اول حاجه عايز ابدا بيها التايم فريم ال 12 شهر بتاع اللونج تيرم. وعايز اقول لك على حاجة. بص يا ريس، اللي انا واقف عليها دي هنا اهي، دي شمعة سنة 2025 مكتوب عليها اهو 1 يناير 2025، وانتهت في 31 ديسمبر 2026. الذهب حاليا بيتداول، ما زال بيتداول فوق هذا المستوى او فوق هذه المقاومة. تمام. المقاومة اللي هي كام؟ 4550.15. تمام. طالما الذهب بيتداول فوق مستوى المقاومة ده، بص كده اهو على التايم فريم اليومي حتى، طالما الذهب بيتداول فوق المستوى ده، اذا ما زال في حالة ترند صاعد. اذا ما زال في حالة ترند صاعد، بس ده خلي بالكو للمستثمر طويل الأجل. فالنظرة العامة مبدئيا كاتجاه، خلي بالكم النظرة العامة المبدئية كاتجاه، مش كبيع وشراء. هنتكلم على البيع والشراء بعد شوية. النظرة العامة للذهب كاتجاه، الذهب يا باشا حلو، والذهب جميل، والذهب عسلية، والذهب حاليا فوق منطقة المقاومة بتاعته السنوية اللي هي ال 4550.15، وبيتداول حاليا أعلاها. تمام. فالذهب كاتجاه، الاتجاه بتاعه على اللونج تيرم والعام صاعد. وده دليل آخر على صحة الكلام اللي قلناه في الفيديو الأولاني، إن مبدأ السوق الأسواق بنيت علشان تصعد. يعني بص كده لو تاخد لبالك، الكام شمعة اللي لونهم أحمر دول اللي هم كل شمعة بسنة. تمام. الأسواق بص عملها الذهب كم من الثلاثينات حتى هذه اللحظة. تمام. فالأسواق دائما صاعدة إن شاء الله، واتبنت أساسا أو اتخلقت أساسا علشان تصعد. تمام. ده مبدئيا النظرة العامة للذهب كلونج تيرم على التايم كاتجاه وكلونج تيرم. تمام. طيب تعالى بقى ايه نحلله تحليل البيع والشراء، تحليل المعلمين بقى، تعرف تدخل من فين وتخرج من فين. الطلعة بتاعت الذهب اللي حصلت حاليا
الطلعة بتاعت الذهب اللي بتحصل او اللي حصلت حاليا. بص يا ريس معايا كده، معلش ثانية. طيب اطلع لي فوق يا اخي شوية. ايوه، اظهر 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 تمام. بص يا باشا، الذهب كبيع وشراء، الطلعة اللي عملها، الطلعة اللي كان بيعملها حاليا، اللي هو وصل بيها من المستوى 4596.32. تمام، تحليله الطلعة اللي بيعملها الذهب. ثانية بس كده، ايه، نرتب كلامنا ويا رب الناس تكون شايفة ايه الحاجات الخطوط دي. تمام اهو. الاسبوع ده كان في 12 يناير 2026، 12 يناير 2026. خلي بالكوا احنا على التايم فريم الاسبوعي. الطلعه بتاعت الذهب اللي كانت حصلت وحاليا بتصحح، كان تحليلها على التايم فريم او الدخله بتاعتها على التايم فريم الاسبوعي. تمام. طيب على اي اساس انا بقول ان الدخله او الصعود بتاع الذهب اللي حصل في نهايه تداولات جلسه الجمعه، اللي بدأ الاسبوع اللي بدأ في 12 يناير 2026، والذهب عمل فيه ارتفاع 21%. الطلعة دي بدأت من فين وازاي وامتى، وهل انتهت ولا ما انتهتش؟ طيب بص يا ريس، معلش عايزك تبص معايا على الشمعة اللي لونها حمرا دي، والشمعة اللي لونها احمر دي. تمام اهو، جميل كده. شمعة اسبوعية حمراء بدأت في تاريخ 29 ديسمبر 2025 وانتهت يوم الجمعة. والشمعة الحمراء دي بدأت في تاريخ 1 ديسمبر 2025، 1 ديسمبر 2025 وانتهت يوم الجمعة. شمعة أسبوعية أيضا. هتلاقي إن في هنا عندك خط دعم باللون الأصفر باللون الأزرق. تمام، عند الشمعة الحمراء اللي في 1 ديسمبر الأسبوعية دي، في من تحتها خط دعم كان عند المستوى 4163. والشمعة الحمراء التانية اللي قلت لك عليها اللي بدأت في تاريخ 29 ديسمبر 2025، الدعم بتاعها كان عند المستوى 4274. هتاخد من الكلام ده ايه؟ هتاخد من الكلام ده ان الذهب في الشمعتين الحمر دول كان عامل قاع اكبر من قاع. كان عامل قاع اكبر من قاع. ادي خط دعم من تحت وادي خط دعم من فوق، يبقى كده انت عندك قاع اكبر من قاع. جميل. طيب تعالى كده بص لي بعد اذنك على الار اس اي. تمام كده. ادي يا ريس الخط الازرق اللي من فوق ده، الخط الازرق الرأسي، الخط الازرق الرأسي اللي كان في تاريخ 12 يناير 2026. قصدي معلش، الخط الاصفر اللي من تحت ده، الخط الاصفر اللي من تحت ده اللي هو عند المستوى 67.66 ار اس اي، الخط الاصفر ده من تحت. والشمعة الاولانية اللي هي موجودة في الخط الرأسي ده، الار اس اي بتاعها عند الخط الاصفر عند المنطقه 72.64 من 100%. فالذهب على الار اس اي في المنطقه دي كان عامل قاع اقل من قاع. ادي عندك اول شمعه خط الدعم بتاعها اهو باللون الاصفر. والشمعه التانية الاسبوعيه اللي قلت لك عليها اللي بدات في تاريخ 29 ديسمبر 2025، الخط بتاعها الاصفر موجود من تحت. لو طيب ده دايفيرجنس. تمام، ده دايفيرجنس. انت عندك على الشموع قاع اكبر من قاع، وعندك على الار اس اي قاع اقل من قاع. جميل جميل. حددنا منطقة الدايفيرجنس، حددنا منطقة الدايفيرجنس اللي موجودة في المربع ده. بص كده، حتى لو انا شلت لك الخطين دول، بص كده المربع ده اهو بقى شكله عامل زي المربع كده، اللي هي 1 2 3 4 5 6.
تمام. عندك خط دعم من تحت عند المستوى 4163، وعندك خط مقاومة من فوق عند المستوى كام؟ 4550.15. جميل جميل. طيب افتح الفوليوم، ودي حتة كده ايه هقولها النهاردة. جميل كده. بص بقى للشمعة الأسبوعية دي اللي أنا قلت لك عليها، اللي هي بدأت في تاريخ 12 يناير 2026، وقلت لك إن الذهب أكد على الصعود من هنا، من نهاية جلسة ال الأسبوع ده. تمام أهو. بص بقى معايا، شايف الشمعة اللي أنا كتبت لك عليها شراء دي؟ الشمعة الأسبوعية دي اللي اخترقت لأعلى خط المقاومة اللي باللون الأزرق، اللي هو عند المستوى ال 4550.15. بص كده على الفوليوم بتاعها بعد إذنك. بص كده على بار الفوليوم بتاعها، هتلاقي بار الفوليوم بتاعها هو الأكبر، هو الأكبر من حيث الفوليوم. استنى كده هحط لك عليها أهو إشارة. ادي الشمعة الأسبوعية اهي، وده الفوليوم بتاعها. تمام، ده الفوليوم بتاعها، هتلاقيه فوليوم أسبوعي أكبر من كل الفوليومات السابقة بداية من ظهور الدايفيرجنس. والفوليوم ده تم اختراق بيه خط المقاومة. إذا الذهب ارتفع أو ادى أو أعطى إشارات الصعود في يوم الجمعة في نهاية التداولات بتاعة الأسبوع اللي بدأ في تاريخ 12 يناير 2026، وعمل الارتفاع بتاعه أبو 21%. جميل. عمل الارتفاع بتاعه اللي هو إيه 21%. جميل. دي الطلعة اللي حصلت في الذهب أو اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي. طيب امسح كده ده كله. تمام كده، واخفي الفوليوم وافتح الار اس اي وامسح برضو ده. خلاص احنا عرفناه خلاص وخدنا صفقتنا. تمام. حاليا الذهب بيتداول اعلى مستوى ال70 ار اس اي، وعمل لك تل باللون الاخضر زي ما انت شايف كده. تمام، زي التل اللي قبله وزي التل اللي قبله. تمام. وانت هنا داخل وداخل وكسبان 21% من الذهب. اول ما تسمع كلمة حصل اللي فيه تصحيح عنيف ولا حاجة، بيع. بيع يا ريس، وخفف المراكز بتاعتك لو انت بتشتغل شورت تيرم او ميديم تيرم. انما الذهب حاليا كلونج تيرم زي ما قلت لك على التايم فريم اللي 12 شهر، الذهب حاليا ما زال في ترند صاعد. واللي زاد وغطى، اصبر واتفرج في الكام يوم اللي جايين دول. اسمع كده، اي صاروخ ينزل ولا اي حاجة تحصل هتلاقي الذهب هيشعلل من تاني. تمام. فالطلعه بتاعت الذهب او التصحيح العنيف اللي بيحصل في الذهب في الفتره دي او في الكام يوم دول، ده نتاج الطلعه اللي حصلت من هنا 20% ونص او 21%. تمام. والدخله بتاعت الذهب في الفتره دي في المنطقه دي كانت نتاج دايفيرجنس اسبوعي. طيب الطلعه اللي قبلها كان ليها تحليل على التايم فريم اليومي مش الاسبوعي. تمام. يعني المنطقة دي كده، المنطقة دي او الموجة دي كده تحليلها على الاسبوعي. وخلي بالك، صانع السوق او الاموال الضخمة هي اللي بتجبرك تحلل سهمك على انهي تايم فريم. علشان الناس اللي بتقول لي يا احمد انت بتستخدم تايم فريمات كبيره ومره تايم فريمات صغيره ومره تايم فريمات متوسطه، يا بيه والله العظيم مش بايدي. صانع السوق استحاله هيحط لك السيوله بتاعته كلها او الكميه بتاعته كلها او الحوارات بتاعته دي كلها في يوم ولا في يومين. في واحد بيحطها لك في يوم، في واحد بيحطها لك في يومين، في واحد بيحطها لك في اسبوع، في واحد بيحطها لك في شهر. في اسهم دخولها بيبقى على النصف سنوي ولا السنوي، حسب ما السهم يؤمر وحسب ظهور الدايفرجنس. لو ظهر لي على اليومي هشتغله يومي، ولو ظهر لي اسبوعي هشتغله اسبوعي، ولو ظهر لي 6 شهور هشتغله يا باشا 6 شهور. تمام. طيب الموجة اللي فاتت بقى اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي بقى دي طلعت من فين وازاي وامتى؟
خلي بالك معايا، لو انا قللت كده الرسم البياني، بص كده صغرته، هتلاقي ان المنطقة دي فيها زي سايد واي كده. تمام. اعتبره سلوك تجميعي، اعتبره سلوك تصريفي، اعتبره اللي انت عايزه. تمام، تجميع، تصريف، اللي انت عايزه. طيب، بص بقى، فاكر الشمعتين الحمر اللي انا قلت لك بص عليهم في الفترة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية دي؟ طيب، بص يا باشا، الشمعة اللي لونها احمر دي، والشمعة اللي لونها احمر اللي هي دي. تمام. الشمعة الحمراء الأسبوعية دي، أول واحدة دي، بدأت في تاريخ 30 مايو 2025، ودي شمعة يومية، خلي بالك، شمعة يومية، ظهرت يوم الجمعة 30 مايو 2025. والشمعة الحمراء اليومية اللي قبلها اللي هي بقى دي، يعني بص كده، دي ودي أهي. تمام. أول واحدة دي 30 مايو، والحمراء اللي قبلها 28 مايو 2025، شمعتين يوميتين. لو حطيت خطوط دعم على المناطق بتاعتهم بالشكل ده، هتلاقي ان الذهب على التايم فريم اليومي في المنطقة دي كان عامل قاع اكبر من قاع، كان عامل قاع اكبر من قاع. وبعد اذنك ما تقوليش اللي انت يا احمد حاطط خط الدعم على الشمعة الخضراء مش حاططها على الحمراء. لا، انا عايز احطها بعد اذنك على الخضراء، معلش. تمام. المهم هتلاقي الذهب عامل قاع اكبر من قاع، قاع اكبر من قاع. ولكن على الار اس اي في المنطقة دي اللي انا محددها دي، هتلاقيه عامل قاع اقل من قاع. ادي اول شمعة وادي تاني شمعة، عامل قاع اقل من قاع. بص بقى، ده دايفيرجنس نفس اللي حصل في الفترة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، بس المنطقة دي منطقة يومية، او الدخلة بتاعتها على التايم فريم اليومي. والمنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها في الموجة دي، دخلتها او تأكيد الدخول بتاعها كان على التايم فريم الاسبوعي. المهم يا ريس، المنطقة دي اللي هي عاملة زي المربع دي كان فيها دايفيرجنس. طيب، وما حصلش بعد كده بعده دايفيرجنس، يعني ده الدايفيرجنس الاول اللي حصل في المنطقه دي. تمام. طيب، افتح كده الفوليوم وامشي معايا. المنطقه دي كان فيها دايفيرجنس، وبدأ يعمل شمعة حمراء خضراء حمراء حمراء خضراء حمراء خضراء خضراء. بص بقى على الشمعة اللي لونها أخضر اللي هي الشمعة اليومية دي، الشمعة اليومية دي اللي بدأت في تاريخ 13 جون 2025. خلي بالك دي شمعة يومية، 13 جون 2025. وتم بها اختراق خط مقاومة منطقة الدايفرجنس عند المستوى 3382.96 سنت. تمام. لو تاخد لي بالك هتلاقي ان الشمعة اليومية دي اللي اخترق بيها لأعلى مستوى المقاومة ده، الفوليوم بتاعها كام؟ بص كده مكتوب فوق اهو، 571 ألف. تمام، 571 ألف وبوينت اتنين. تمام. أكبر فوليوم شمعة يومية، أكبر في الفوليوم من كل الشموع اليومية اللي قبلها، بداية من ظهور الدايفيرجنس. هتقول لي يا احمد طب الشمعة الحمراء دي طويلة واطول منها، هقول لك بص كده على الفوليوم مكتوب فوق كام. الفوليوم بتاعها 566.56، 566. طيب الشمعة الخضراء اللي بقول لك عليها دي كام؟ 571. ودي 566، يعني الخضرة دي أكبر من الحمرة دي في الفوليوم، وهي الخضرة دي أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة، وتم بها اختراق خط المقاومة. شكرا يا فوليوم، مش عايزين منك حاجة تانية. جميل. فالذهب هنا في المنطقة دي في 13 جون 2025 كان شراء أو دخول. دخول. تمام. البي قاعد يمشي في سايد واي سايد واي سايد واي، لقيته بيعمل كده، عايز تجمع معاه جمع معاه، بس ليك طلعة. الطلعة دي مش هتنتهي إلا لما هيعمل لك جبل أخضر وهتوصل للمستهدف بتاعك. لقيته ماشي سايد واي ولا بيهشك كده، زود مراكزك يا باشا، خلي قلبك حديد ومالكش دعوة بحاجة، ليك طلعة هتاخدها إن شاء الله. تمام. المهم، قعد يمشي شوية في سايد واي، معلش ثانية كده، قعد يمشي شوية في سايد واي زي ما انت شايف اهو، سايد واي سايد واي سايد واي. بص كده، وده دليل على ان المستويين اللي باللون الازرق اللي من تحت واللي من فوق دول مرسومين على ايد معلم.
المهم الطلعة بتاعت الذهب، امسح بقى الدايفرجنين دول. الطلعة بتاعت الذهب اللي حصلت من هنا في تاريخ 13 جون 2025، قعد يجمع بيها يجمع بيها يجمع بيها لحد ما طلع وعمل الارتفاع بتاعه اللي كان من هنا لحد فوق، كان عامل بمثابة 25% ربح. وبعد كده لما الذهب عمل تلال خضرة بالمنظر ده، حصل بعد كده ايه؟ حصل بعد كده الكوركشن او التصحيح اللي حصل هنا، واللي على اساسه خدنا فيه بقى الصفقة التانية اللي هي الاسبوعية التانية اللي حصلت في المنطقة دي، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. فالذهب حاليا الطلعتين اللي حصلت فيه في الفترة دي، في الموجة دي وفي الموجة دي، نتاج الدايفرجنس الأسبوعي اللي حصل في المنطقة دي والدايفرجنس اليومي الذي حدث ما عند هذه المنطقة. وممكن على فكرة ثانية كده، الحمد لله خلصنا اهو امسح بقى ده كله. تمام. وممكن اجيب لك موجة الدخلة بتاعت الموجة دي من فين، ودي من فين، ودي من فين، حتى في الهبوط مش هتعرف تضحك عليا، برضه هعرف تمام دخلتك كانت من فين. فالمهم يا باشا الطلعتين بتاعت الذهب في الموجة دي وفي الموجة التجميعية اللي فاتت دي، كانت طالعة نتاج دايفرجنس، ووريتهولك الشموع بتاعته وعلى الار اس اي وفوليوماته وتأكيدها كان من فين. تمام. ده اللي بيحصل في الذهب، ولكن تذكر ان الذهب على التايم فريم اللونج تيرم اللي هو ال 12 شهر ما زال بيتداول اعلى الشمعة السنوية بتاعت 2025، ما زال بيتداول حاليا اعلاها. فاللونج تيرم حاليا شوف وضعك ايه. تمام. شوف وضعك ايه. ده بالنسبة لموضوع الذهب، وخلصناه كده والحمد لله وتمناه. الحاجة الأخيرة اللي كنت عايز أقولها بقى في الفيديو اللي قلت لك هقول لك على حاجة بخصوص السوق المصري، ويا ريت الناس تسمعها. بص يا باشا، في شوية حاجات كده انا شايفها الفترة دي، بس والله بجد اقسم بالله العظيم ما كنتش عايز اخش في اشكاليات كتيرة فيها ولا اتكلم فيها، لان الموضوع ده كل اللي بيفهم واللي ما بيفهمش بيتكلم عليه. فقلنا ايه، نطلع بره الموضوع ده ايه ونسيب الدنيا ونشوف إيه هيحصل ايه، وان شاء الله ربنا كريم. ايه هي الحاجة اللي انا عايز اقولها لك؟ الحاجة اللي انا عايز اقولها لك دي هقولها لك في اخر الفيديو، بس قبل ما اقولها لك المفروض امهدك عقليا، امهدك عقليا. فانا بعد اذنك عايز اوريك حاجه، مثال كده صغير في سهم كابو. وطبعا كلكم عارفين ان سهم كابو سهم جميل وكويس ومحترم وابن ناس وسهم جامد، وانا عن نفسي بحبه. تمام. طيب ركز معايا بعد اذنك في سهم كابو، علشان في حاجه عايز اقولها لك. سهم كابو لو نظرت ليه، لو نظرت ليه هتلاقي ان سهم كابو في المنطقة الكبيرة اللي هي هنا في الار اس اي دي. استنى اكبر لك الار اس اي. في المنطقة الكبيرة بتاعت الار اس اي دي هتلاقي فيها اللي هو عمل زي جبل اخضر كده باللون الغامق، وبالاخضر باللون الغامق، ويا رب تكون شايفه علشان هو غامق بالنسبة لي، بس بالنسبة لما تشوف الفيديو ما اعرفش هتشوفها ولا لا. بس الكابو كان عامل تل باللون الاخضر هنا، هحاول اكبره لك اهو عشان تشوفوا. شايف التل اللي باللون الاخضر ده فوق المستوى 70 ار اس اي. جميل. طيب الطلعه بتاعت كابو دي حصلت من فين؟ الطلعه بتاعت كابو دي حصلت من فين؟ الطلعه يا ريس بتاعت كابو دي حصلت في تاريخ، تمام، 10 اغسطس 2025 في الشمعه الحمراء اللي هي دي. بص كده على الشمعه الحمراء اليوميه دي والشمعه الحمراء اليوميه اللي هي قبلها اللي هي دي. تمام. الشمعة الحمراء اليومية دي كانت في تاريخ 10 أغسطس 2025، والشمعة الحمراء اللي قبلها على طول دي كانت في تاريخ 6 أغسطس 2025. تمام. حدد كده المناطق بتاعتهم هما الاتنين. تمام. حدد كده المناطق بتاعتهم هما الاتنين. هتلاقي سهم كابو في المنطقة دي
وبعد اذنك اوعى تقول لي انت ليه يا احمد مش حاطط الخط على الشمعه الحمراء. لا معلش، انا عايز احطها على الشمعه الخضراء، معلش يعني خليها ليا. تمام. المهم المنطقه بتاعت سهم كابو دي، هتلاقي سهم كابو عامل قاع اقل من قاع، هتلاقيه عامل قاع اقل من قاع اهو. الخطين تحت بعض، الخطين تحت بعض. طيب تعالى كده نحددهم على الار اس اي بالمنظر ده كده. بس استنى اغير اللون ده اخليه اصفر علشان اعرف اشوف كويس على الار اس اي. تمام. تعالى كده ايه نحددهم على الار اس اي. تمام. اول شمعة اللي باللون الاصفر اللي هي دي اهي، تعالى كده ايه نحط لها مستوى الار اس اي بتاعها كان عندي كام. مستوى الار اس اي بتاعها كان عندي 35 62، 35 62، 35 62. جميل. والشمعة الحمراء اللي قبلها كان عندي 32 72. تمام. 32 72، 32 72. جميل. طيب امسح كده الخط الرأسي الأصفر ده واللي قبله. هتلاقي إن سهم كابو على الار اس اي في المنطقة دي كان عامل في أول شمعة اللي هي من ناحية اليمين اللي هي دي. بص كده اللي هي دي أهي، كان عامل، استنى خليها لك حمرا. تمام. ادي اول شمعة حمرا، ادي تاني شمعة حمرا. كان عامل اول شمعة من ناحية اليمين كان عامل قاع، والشمعة التانية الحمراء اللي جت بعدها، تمام، القاع بتاعها فوقها، يعني عامل قاع اكبر من قاع. جميل. ولكن على الار اس اي، قصدي على الشموع، كان عامل قاع اقل من قاع. حددنا منطقة الدايفيرجنس. تمام. والسهم قاعد ينزل، لسه حاليا مفيش دخول، مفيش دخول. تمام. بس الاول unleash the volume. تمام. سهم كاو وبعد كده قاعد ينزل 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 لحد ما طلع. بص لي كده بعد اذنك، بص لي بعد اذنك على الشمعة الخضراء اللي هي دي. تمام. على الشمعة الخضراء اللي هي دي هتلاقي تم اختراق خط المقاومة بتاعت منطقة الدايفيرجنس اللي عندي سعر كام؟ 5 جنيه و11 قرش. تم اختراق خط المقاومة بشمعة يومية أكبر في الفوليوم، وآدي الفوليوم بتاعها أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة. تمام. من كل الفوليومات السابقة بداية من ظهور الدايفيرجنس. من هنا سهم كابو، من هنا سهم كابو من 9 سبتمبر 2025 كان ايه؟ كان شراء. تمام كده. خلاص كده ايه، اقفل الفوليوم علشان مش عايزين منه حاجة تانية. جميل. سهم كابو كان في المنطقة دي او في اليوم ده اللي كان في تاريخ الجلسة بنهاية جلسة 9 سبتمبر 2025. سهم كابو كان من المنطقة دي كده لحد الطلعة اللي عملها لفوق هنا دي، أم 35% أهي، اللي كانت عملت ارتفاع 35%، كانت من عند المنطقة دي، كانت من عند المنطقة دي. وعلى هذا الأساس في يوم 26 أكتوبر، يوم 26 أكتوبر في المناطق دي كده، تمام، سبتمبر أكتوبر، ثانية كده معلش، احنا قلنا كام؟ كان يوم 26 أكتوبر، أكتوبر 26 كانت في المنطقة دي. حلو أهو، كانت في الشمعة دي. يعني بص كده، المفروض الدخول من هنا. انا بقى شاري من فوق من هنا، انا شاري يا عم على عالي، انا يا عم عايز البس في حيط، انا عايز اشتري على عالي. تمام. انا كنت موجود على اسهم تانية والحمد لله ربنا كرمني فيها، وانا وبفرز السوق في سيولة. طب عايزين نشتري بدل ما احنا قاعدين ايه ما بنعملش حاجة. فانا كنت شايف سهم كويس، فالطلعة الصغيرة الحلوة دي، تمام، من المنطقة دي كده اهو لحد فوق ام 9% دي اخدناها. تمام. بدل ما ناخد 35%، معلش احنا كنا قاعدين على اسهم تانية. المهم المنطقة دي اخدنا فيها صفقة يوم 26 اكتوبر. تمام. والتاريخ اهو اشترينا في سهم كابو والحمد لله ربنا كرمنا فيها. طيب المثال اللي انا عايز بقعد احكيه لك وبقعد اهري فيه ده اللي هو القديم، عايز اقول ايه يعني اخر الكلام ده كله؟ بص بقى يا باشا،
معلش انا عارف ان انت دماغك باظت من كتر ما سمعت كلام ناس على سهم الكابلات. تمام. فسهم الكابلات عايز اقول لك فيه على حاجة، واسمع الكلمتين مني والله، واستخير وشوف شوف راحتك فين، واللي عايز تعمله اعمله، وليك اللي انت عايزه. تمام. طيب سهم الكابلات، سهم الكابلات يا ريس كان له منطقة دايفيرجنس في المنطقة دي. تمام اهي. انا حتى ايه محددها، استنى كده احددها لك برضو تاني. ادي اول شمعة حمراء اللي هي دي. ثانية كده كانت عندي المستوى كام؟ 41 28. 41 28. جميل. طيب الشمعة التانية اللي لونها أحمر كانت موجودة في مستوى كام؟ ثانية كده نحددها أهو. كانت عند المستوى 46 37. 46 37. 46 37. تمام. كبر كده شوية أهو. هتلاقي ان سهم الكابلات، هتلاقي سهم الكابلات على الشموع عامل لك الخط الازرق اللي من تحت ده في اول شمعة حمراء، خط من تحت ازرق اهو. تمام. ده مستوى دعم او قاع، والشمعة الحمراء اللي بعدها اللي جت المستوى بتاع الدعم بتاعها او القاع بتاعها من فوق، يعني انت عندك قاع اكبر من قاع. انما انت هنا على الار اس اي عامل لي قاع اقل من قاع. جميل جميل. طيب شكرا يا ار اس اي، وافتح الفوليوم. تمام. المنطقة دي، المنطقة الأسبوعية دي، المنطقة الأسبوعية دي ولا إله إلا الله، والأيام المفترجة اللي احنا موجودين فيها دي وعزة وجلالة الله ما فيهاش دايفيرجنس إلا اللي حصل في المنطقة دي. تمام. ما فيهاش دايفيرجنس إلا اللي حصلت في المنطقة دي. جميل. طيب بص كده السهم عمل إيه. قعد يمشي ويخبط في منطقة المقاومة بتاعت منطقة الدايفيرجنس اللي عند المنطقة 2 جنيه 82 قرش، يخبط فيها بأسابيع. بص كده ادي أول شمعة أسبوعية يخبط فيها. ثانية بقى امسح بقى الخطوط دي علشان ايه، مش عايزينها تاني. بص كده كمية الشموع الأسبوعية اللي قعد يخبط فيها. قعد يخبط هنا ويخبط فوق بظل شمع علوي، ودي حاول يخترقها معرفش. تمام. ودي حاول يخترقها جاب ورا، ودي حاول يخترقها جاب ورا، وهكذا كذا 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 لحق كل الشموع الأسبوعية دي حاول يخترق بيها منطقة المقاومة بتاعة الدايفيرجنس، معرفش. تمام. طيب امسح كده الأسهم دي. جميل كده. هات الفوليوم. طيب لحد ما جه، لحد ما جه في الشمعتين الاسبوعيتين دول. بص كده ادي اول شمعة، ادي اول شمعة اسبوعية اللي باللون الاخضر، اللي كانت في تاريخ 6 جولاي 2025، والشمعة الاسبوعية اللي بعدها اللي كانت في 13 جولاي 2025. اذا نظرت الى الفوليوم هتلاقي تم اختراق خط المقاومة بتاعتهم بتاعت منطقة الدايفرجنس بشمعتين اسبوعيتين اقل في الفوليوم من كل من شموع فاتت. يعني انت هنا عندك شمعة كبيرة في الفوليوم اهي، الطويلة دي اللي كانت في تاريخ 23 فبراير 2025، وعندك واحدة طويلة هنا اهو اللي كانت في تاريخ كام؟ في تاريخ 4 مايو 2025. والشمعتين الاسبوعيتين دول اللي انت بتخترق لي بيهم المقاومة مش عارف تجيب شموع فيها فوليوم اكبر من الشمعتين الاسبوعيتين دول، يبقى الاختراق ده اختراق كاذب. والدليل على كده السهم قاعد ينزل تاني ينزل تاني ينزل تاني ينزل تاني لحد، بص كده، لحد ما جاب لك شمعة أسبوعية الدايفيرجنس أهو من هنا. تمام. حدد كده أهو المنطقة دي، بص كده أهي. تمام. المنطقة دي ما تبص لهاش، مالكش دعوة بيها. المنطقة دي اللي أنا محددها بدايرة لونها أصفر مالكش دعوة بيها كأنك مش شايفها. تمام. بص لي على الشمعة الخضراء الأسبوعية اللي جت بعدها بقى اللي هي دي. تمام. اللي هي اللي انا حاطط عليها سهم اهو باللون الاصفر، والشمعة الاسبوعية دي تم اختراق خط المقاومة بتاعت منطقة الدايفيرجنس. تمام. ثانية كده وبص لي
انا هخفي لك الشموع. وبص لي على على البار بتاع الفوليوم اللي حصل بيه اختراق المقاومة ده. تمام، بص لي على الفوليوم اللي اخترق بيه المقاومة اهي. ادي الشمعة الاسبوعية، الفوليوم بتاعها كان كام؟ الفوليوم بتاعها كان 38 مليون و630 الف. اكبر في الفوليوم من كل الشموع اللي فاتت في المنطقة دي. تمام، كانت اكبر. الفوليوم اللي اقل منها على طول، الفوليوم ده كان 38 بوينت 600 38 مليون 630 الف. تمام، 38 مليون. الفوليوم اللي اقل منه على طول اللي هي بص كده الشمعة دي، اللي هي اهي الشمعة دي واضحة بالعين المجردة، وممكن تشوف دي كمان عشان تتأكد. واضحة بالعين المجردة. الشمعتين الأسبوعيتين دول، دي كانت 27 مليون وشوية، ودي كانت 32 مليون وشوية. وشمعة الاختراق دي كانت بكام؟ كانت ب 38 مليون بوينت، 38 مليون و630 ألف. 38 630. تمام، ودي 32. تمام، يعني دي 38 ودي 32 ودي 27 ودي 38. أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات اللي فاتت، بدءا من منطقة الدايفيرجنس لحد ما الشمعة الأسبوعية دي ظهرت. معنى كده إيه؟ ثانية كده، اخفي بقى الفوليوم. معنى كده إيه؟ معنى كده ان الدخول او الشراء في سهم الكابلات بالفعل كان في تاريخ 19 اكتوبر. شراء اهو، شراء 19 اكتوبر 2025. تمام، 19 اكتوبر 2025 في نهاية الاسبوع اللي بدأ في تاريخ 19 اكتوبر 2025. المهم البيه قعد يهشك يشيك اوت. تمام، ومرضيش يطلع. حلو الكلام، وانت شاري صح وتمام ومحلل صح وعشرة على عشرة. جميل. طيب، المهم قعد زي ما انت شايف يمشي شوية على منطقة المقاومة وينزل تحتها، والناس تقول ده ضرب استوبات وهيطلع. وبعد كده البيه عمل لك ايه هنا تاني؟ عمل لك شمعة خضرة اللي هي بقى دي، سيبك من دي وشوف بقى اللي هي دي. عمل لك شمعة خضرة تاني، أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة، حتى من الفوليوم بتاع الاختراق اللي حصل في 19 أكتوبر 2025. اخترق منطقة المقاومة التاني، وما حصلش دايفرجنس في المنطقة دي خالص إلا في المنطقة دي. اخترق منطقة المقاومة تاني في الأسبوع الأخضر ده بشمعة خضراء أكبر في الفوليوم من كل الشموع اللي فاتت. يعني بدل ما يديلك تأكيد، ادالك تأكيدين. عايز أقول إيه من الكلام ده؟ عايز أقول كل ما يحدث في سهم الكابلات من بيع، ومن ناس بتتكلم إن السهم ده ملوش قومة تاني، واللي السهم ده مات، أقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده، سهم الكابلات ده هيصعد صعود سيتحدث عنه السوق كله. وهذه وجهة نظري الشخصية، وليست دعوة ولا للبيع ولا للشراء، ولكنها نظرة فنية مبنية على العلم والالتزام وخطة العمل الجيدة. أنا مش بوصي على أسهم، أنا بدي رأيي في أسهم بالسلوك اللي أنا ماشي بيه. فاللي هيقول لي سهم الكابلات ملوش قومة تاني والسهم مات، والله العظيم ثلاثة سهم الكابلات له طلعة إن شاء الله هيعوض بيها ده كله، بل وهيطلع أكتر كمان. تمام، جميل. طيب، حاجة تانية، حاجة تانية. سهم الكابلات يا جماعة من ضمن الأسهم بتاعتي اللي أنا شاري فيها. وادي على فكرة أنا متعمد اللي أنا ما ظللش الكميات بتاعتي، ولا ظلل النزول اللي حصل بيا في السهم كام في المية. تمام، شهب سهم الكابلات المصرية معايا 17200 سهم. متوسط بتاعي 2 جنيه 44 قرش. إجمالي التكلفة 42000 جنيه. الخسارة أو النزول بتاعي، في السهم عندي نزول 9%. النزلة عندي. ومعايا سهم تاني اسمه شيني، ومعايا سهم تالت اسمه عتاقة. وجهة نظري الشخصية، هتنازل على أي سهم من السهمين دول سواء عتاقة أو شيني، وهزود في سهم الكابلات.
بس اوعى حد يقول لي او حد يظن فيا اللي انا بعمل متوسط، اللي انا خايف وخسران ومش عارف ايه وحامل متوسط علشان اعوض. لا، انا عايز اعمل متوسط علشان انا على يقين ان السهم ده هيطلع، يعني هيطلع ان شاء الله، وعايز اكسب منه بصراحة اكتر ما انا كنت عشمان اللي انا اكسب فيه. والدليل على كده المنطقة دي كلها اللي بحكي لك فيها القصة بتاعته دي. لو فتحت الار اس اي هتلاقي ان الار اس اي اوريدي، بص كده المنطقة دي، تمام، كل المنطقة دي كده اهي، تمام، المنطقة دي كلها ما لمسش المستوى 70 ار اس اي اللي هو هنا ده. ثانية خليه لك لونه احمر. ما لمسش المستوى 70 ار اس اي. فانت يا عم الميكر بتيجي تضحك عليا وبتقول لي انا بعت النهارده اسمها ايه، اللهم صل على النبي، خفضت الحصة بتاعتي اللي هي مشارق، فخفضت الحصة بتاعتي وانت اساسا شاري من اسبوعين ثلاثة ولا شاري من شهر. ايه يعني؟ انت عايز تقول لي ان انت ما عندكش ناس تعمل دراسة جدوى علشان تقول لك تشتري في السهم ده ولا ما تشتريش، تحط فيه كميات ولا ما تحطش، ما عندكش ناس دخ... عندك فلوس يا عم زيادة ومش عايزها وعايز تزكي بيها وداخل تلعب بيها في السهم. يا بيه السهم هيطلع ان شاء الله وهيعمل لك جبل اخضر جميل. تمام. تمام. وهيعمل لك جبل اخضر جميل في الصعود ده كله من تحت لهنا. اعمل اللي انت عايزه. عايز تنزل لي تحت ال 30 ار اس اي، عايز تقعد شهر تقعد شهرين، مش سايبك الا لما اخد منك المره دي 100%، وهشد وشك، يعني هشد وشك. تمام. فسهم الكابلات، عشان انا مشحون من الكلام اللي شفته على الفيسبوك في الفتره اللي فاتت، كل من هب ودب بيتكلم على الكابلات ويرسم لك صوره، فعل ايقاف الخسائر، لو نزل اكتر اللي مش عارف ايه بيع واشتري من تاني، لو ما اعرفش ايه حصل اعمل كذا. يا بيه سهم الكابلات انا بقول لك صاعد ان شاء الله، وهيصعد صعود سيتحدث عنه السوق كله. تمام. طيب، في حاجة أخيرة عايز أقولها بخصوص سهم الكابلات، وإيه نضحك مع بعضينا شوية. يعني إحنا اتكلمنا جد أهو، نضحك مع بعضينا شوية. تمام. طيب، بص كده معايا، عايز أقول لك على حاجة مضحكة. تمام. امسح كده ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده. بص يا باشا، ده سهم الكابلات قديما، يعني احنا الحتة دي في سهم الكابلات، بص كده الحتة دي في سهم الكابلات شرحناها وخلصناها، والحمد لله انا مطمن ان الدنيا بخير معايا وهزود فيه كمياتي، وليس بسبب خسارة ولا حاجة، بل بسبب اللي انا عايز اكسب اكتر منه علشان انا على يقين اللي هو هيطلع اكتر. طيب، الحتة دي بقى، بص بقى معايا بقى في الحتة دي. زمان في سهم الكابلات في 2013، تمام، في سهم الكابلات في 2013 الشمعة الحمراء دي لو حطيت عليها خط دعم، قصدي الشمعة الحمراء دي كان فيها دايفيرجنس. تمام. الشمعة الحمراء دي اهي، والشمعة الحمراء دي، تمام، الشمعتين الحمر دول فيهم دايفيرجنس. تعالى كده نحدد منطقة المقاومة بتاعت الدايفيرجنس ده. تمام. ادي اكبر مقاومة وادي اقل دعم. تمام. وادي دي اول شمعة حمراء ودي تاني شمعة حمراء. بس استنى كده علشان ايه اظبط لك الامور، انضفها لك الاول ثانية. هات اهو تاني شمعة، 80 49، 80 49، 80.49. تمام. والشمعة الأولانية كانت 83 64، 83 4، 83 4، 83 64 صح كده. 83 64 والتانية 80. جميل.
الار اس اي هنا، الار اس اي، او قبل ما اكلمك على الار اس اي، ثانيه كده نظبط. تمام كده. واحد وواحد، يبقى هنا هتبقى هنا. تمام. وامسح بقى خط المقاومه ده، وامسح بقى اهو السهم. السهم في المنطقه دي، وهو فوق المستوى 70 ار اس اي، وهو موجود. بص كده، فوق المستوى 70 ار اس اي اهو، فوق المستوى 70 ار اس اي، وعامل لك تشبع بيعي. عامل لك تشبع بيعي، يعني اتخن تخين في السوق هيقول لك ادخل اشتري في الكابلات، هتسيب له وهتقول له انت عايز تخليني اخسر فلوسي، وعايز تخليني انتحر. في حد يشتري في منطقه زي كده هاي ريسك؟ هقول لك يا باشا طب اصبر معايا. بص كده، المنطقه اللي انا محددها لك دي، اللي قلت لك فيها دايفيرجنس، حددها كده مع بعضينا. بص اهو، حدد كده المنطقه دي، ادي احمر اخضر، يبقى اخرها هنا. تمام. وحط خط مقاومه، ادي منطقه المقاومه بتاعه الدايفيرجنس. تمام. منطقه المقاومه بتاعه الدايفيرجنس. لا خلي دي بقى. تمام. افتح بقى الفوليوم كده، بص لي كده على الشمعة الأسبوعية دي اللي كانت في تاريخ 8 يناير 2024. 8 يناير 2024 تم بها اختراق خط المقاومة اللي كان عند مستوى جنيه و335 قرش، وكانت أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة لها بداية من لحظة ظهور الدايفيرجنس. يعني بص كده على الفوليوم بتاعها أهو، أكبر في الفوليوم واخترق بيها خط المقاومة، وكانت أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة لها بداية من لحظة ظهور الدايفيرجنس. طيب شكرا يا فوليوم، مش عايزينك تاني. ده اللي نتج عنه صعود السهم من المستويات دي. تمام. الشمعة الأسبوعية دي انتهت، يعني هنشتري آخر الأسبوع يوم الخميس أو يوم الجمعة، أو تشتري على كميات وانخفاضات حسب ما أنت عايز. الطلعة دي هي اللي كان فيها 196%. الطلعة دي الأسبوعية على التايم فريم الأسبوعي هي اللي كان فيها ربح 196%. تمام. بالرغم من إنها كانت فوق المستوى 70 ار اس اي والناس كلها كانت خايفة منها، ولكن الطلعة دي كانت طلعة صحية وتمام، وكانت عنيفة. موجة كانت عنيفة لأن تخللها دايفيرجنس، واخترق خط المقاومة بتاعته بفوليوم أكبر منه. أزيدك من الشعر بيت: منفس للأدوية. احنا اتأخرنا في الفيديو ولا ايه لسه؟ تمام. منفس للأدوية. الموجة اللي حصلت هنا دي، الموجة اللي حصلت هنا دي، هو السهم دلوقتي يعني مش مريحني. تمام. بس عايز اشرح لك الطلعة اللي حصلت من هنا. نفس الكلام علشان ما اطولش عليك. الطلعة دي كان فيها دايفيرجنس. تمام. ثانية كده، 50 27 52، لا. تمام. الطلعة دي ثانية كده، 51 52. أيوه كانت في المنطقة دي كده. بص أهي، كانت هنا وكانت هنا. جميل. حط لي كده خط مقاومة أعلاها، أعلى مقاومة فين؟ تمام. أعلى مقاومة هنا. سهم منفس للأدوية كان عامل دايفيرجنس في يوم 17 سبتمبر 2025، والكونكت بتاع الدايفيرجنس كان في 23 سبتمبر 2025. السهم هنا كان عامل قاع اكبر من قاع، كان عامل قاع اكبر من قاع. ولكن على الار اس اي، تمام كده، ادي الاحمر كان 50 27، 50 27، والتانية 51 70. التانية 51 70، 51.70.
تمام. على الار اس اي كان عامل لك قاع اقل من قاع اهو. ادي اول شمعة، القاع بتاعها او الدعم بتاعها الخط الاصفر اللي من فوق ده. وادي تاني شمعة بتاعت الدايفيرجنس كان القاع بتاعها من تحت. تمام. ولكن على الشموع كان عامل قاع اكبر من قاع. افتح كده الفوليوم. بص بقى معايا، خط المقاومة خط المقاومة اخترقوا شمعة، اللي هي الشمعة اللي لونها اخضر دي، استنى مش دي، اللي قبلها، اللي قبلها، اللي هي دي. خط المقاومة لما جه اخترق خط المقاومة اخترقه بفوليوم أقل في الفوليوم من الفوليومات السابقة من لحظة ظهور الدايفيرجنس. يعني الشمعة اللي اخترق بيها خط المقاومة دي، بص كده الفوليوم بتاعها أقل في الفوليوم من مجموعة الفوليومات اللي فاتت. جميل. فالدخلة دي أو الاختراق ده اختراق المفروض في وجهة نظري كاذب. جميل. ولكن اليوم اللي بعده بص بقى الشمعة دي، بص بقى الشمعة دي وبص كده الفوليوم بتاعها اللي هو هنا ده. تمام. اللي هو ده. بص كده الفوليوم بتاعها وقارنه بالفوليومات السابقة له، اللي هي بداية من لحظة ظهور الدايفرجنس لحد الشمعة اللي لونها أخضر اللي أنا واقف عليها دي. هتلاقيها فوليوم أكبر في الفوليوم من كل الفوليومات السابقة. ولكن الفوليوم ده جاي فين؟ جاي طاير فوق منطقة المقاومة، ما اخترقش بيه، إنما جابهولي وهو طاير. تمام. طيب شكرا يا فوليوم. هو ده اللي ترتب عليه صعود السهم. صعود السهم من نهاية الجلسة دي لحد فوق وعمل ارتفاع 53%. وبعد كده عمل لك نهاية الموجة. أصلا الموجات دي ما بتنتهيش إلا بجبال خضراء. تمام. يعني مثلا لو أنت شاري من تحت من هنا من المناطق دي، لو أنت شاري من هنا قديما مثلا، تمام، وشفت هنا جه وصل لفوق المستوى 70 ار اس اي زي هنا كده، بس ما عملكش جبل اخضر، ما تبيعش، ما تبيعش. لان الطلعات الصح او الموجة الصح لابد ان تنتهي في تشبع بيعي عنيف، بيبقى باللون لازم يتخلله لون اخضر غامق زي كده. تمام. فالموجة دي موجة صحية تشتري فيها، حتى ولو كانت فوق المستوى 70 ار اس اي زي المثال اللي قلناه على سهم الكابلات. وبعد كده توتا توتا خلصت الحدوتة. السهم بعد كده حصل فيه ايه؟ خلاص. من وجهة نظري الشخصية حتى هذه اللحظة كتايم فريم يومي الطلعة بتاعته انتهت بالنسبة لي من هنا. جميل. انا كده خلصت الفيديو. خلي بالك على نفسك، ربنا يكرمكم في الفترة اللي جاية. لو عجبك الفيديو لا تنسانا في صالح الدعاء، فدعوة بظهر الغيب أحب عندي من كل كنوز الأرض وما عليها. جميع ما قيل في هذا الفيديو وجهة نظر شخصية، وليست دعوة ولا للبيع ولا للشراء، ولكنه فيديو تعليمي علشان الناس تتعلم كويس. وخلي بالك من حاجة، الحاجات اللي بعملها قصادك والرسم اللي بعمله قصادك ده لسه فيه أسرار وشروط. تمام. الاسرار والشروط ده لسه ما قلتهاش. تمام. انت بقى عليك تفتح الرسم البياني او الاسهم بتاعتك او الرسومات البيانيه اللي احنا شرحناها واتكلمنا فيها مع بعضينا كلنا دي، وحط دعومك ومقاوماتك وحاول تجتهد وتذاكر، وانت بنفسك اللي تبحث عن باقي الاسرار، لان مفيش حد هيساعدك في المجال ده الا ربنا ونفسك. تمام. أدام الله علينا وعليكم فضل هذه الأيام المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أخوكم أحمد عدلي، ربنا يوفقكم إن شاء الله.